صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. لسه في القطاع الصناعي، لسه في الديب اندستري بارك. احول لك حته الحديد او الستانلس لمنتج تعرف تستخدمه. النهارده عندنا شركه من 6 اكتوبر غريبه، يعني طلعنا بره العاشر من رمضان، يعني عشان الناس اللي متابعه معانا الفيديوهات عرفنا ان العاشر من رمضان متمكنه قوي في الحته دي في مصر. شركه ستار ستيل. شركة ستار ستيل هي شركة موجودة في 6 اكتوبر، قدرت ان هي تعمل 3 حاجات وتتخصص فيهم بشكل قوي. الجزء الخاص بالمصنعات الستانلس ستيل، انت عايز تستخدمها في ايه؟ فقدرت ان هي تتفوق في الحته بتاعه تجهيزات المطاعم والفنادق. عايز البار بتاع الاكل، عايز الثلاجات، عايز الكاونتر، عايز وحده تخزين، عايز تعمل بانل وات ايفر من اللي انت عايزه، هتقدر ان انت تعمله واقدر ان انا اصنعه لك كاستمايزد، او لو عايز حاجه ستاندر، حتى الثلاجات بتاعه العرض الكلام ده كله. الشيت ميتال والتشكيل بتاع السي ان سي، هذا اللوح اللي قدامك انت عايز تحوله لمنتج تاني، فانا اقدر ان انا احوله لك. عايز بقى تتنيه بشكل معين، تعمله بشكل معين، اي حاجه كاستمايزد عايزها هقدر ان انا اعملها لك. الاستنباط، والاستنباط الخاصه بالماكينات، ان بتيجي الشركات زي شركات البلاستيك، زي ما بنشوف كده العلب الجيركن بتاع ازازه الصابون السائل، او الجيركن البلاستيك بتاع ماده تنظيف، او بتاعه ازازه مشروب مياه غازيه او عصير. كل ده هي عباره عن اسطمبه بتقدر ان هي تطلع لي هذا الشكل. بس مين اللي بيعمل الاستنباط؟ احد الشركات اللي بتعملها في مصر هي ستار ستيل. بتقدر تعمل الجزء الخاص بالاستنباط دي للشركات في مصر. صباح الفل على اللي قدر يعمل قيمة مضافة وقدر ان هو يعمل تصنيع حاجات كنا في وقت قريب الاستنباط دي بنستوردها بأرقام وقدرها من الصين. كنا بنتكلم في سنة 2013 و2014 ممكن الاسطمبة الواحدة كانت توصل لما يعادل 700,000 جنيه و800,000 جنيه كاستيراد. دلوقتي بتقدر انها تتعمل في مصر وبتتعمل ارخص وبجودة اعلى من الصين. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.